في عالم المضخات لما يجي الكلام عن المحركات بيحصل سوء فهم بين مصطلحين هما سيرفيس فاكتور واكسس باور. طيب ايه الفرق بينهم وايه الاهم بالنسبه للمضخه عندي؟ ببساطه السيرفيس فاكتور تقدر تعتبره معامل امان بيتحدد من المصنع وبيبين المحرك يقدر يتحمل زياده قد ايه في الحمل من غير ما يتلف. مثلا تعالوا نفترض محرك 10 حصان والسيرفيس فاكتور بتاعه 1.15%، فمعنى كده ان المحرك يقدر يتحمل لود يوصل ل 11.5 حصان لفترات قصيره. يعني السيرفيس فاكتور هو معامل امان للمحرك عشان لو حصل تحميل زايد او اوفرلود بس الفترات قصيره زي ما قلنا. اما بالنسبه لمصطلح اكسس باور او القدره الزائده فده بيوريك الفرق بين قدره المحرك ريتد باور والقدره الفعليه المطلوبه لتشغيل المضخه. يعني لما بنختار محرك بقدره اعلى من القدره المطلوبه لتشغيل المضخه فالفرق ده بنسميه قدره زائده. طيب الهامش ده فايدته ايه؟ يعني لو عندي مضخه محتاجه 10 حصان عشان تشتغل عند نقطه تشغيل، ليه اجيب لها محرك 15 حصان مثلا؟ في اكتر من سبب. اول حاجه المضخه ليها مدى تشغيل بتشتغل فيه، وكل ما المضخه تتحرك يمين الكيرف يعني كل ما تفتح محبس طرد هتلاقي المضخه بتديك فلو اكبر وهيد اقل، والاهم انك هتلاقيها بتسحب باور اعلى. طبعا الكلام ده لمعظم المضخات الطارده المركزيه، لكن في مضخات اكسيال فلو بينطبق عليها عكس الكلام ده. بتلاقي في المضخات اكسيال فلو المضخه بتسحب اعلى باور ليها عند التصرفات الاقل، عشان كده يفضل بدء تشغيل المضخات دي ومحبس الطرد مفتوح. المهم نرجع لموضوعنا. المضخه خلال شغلها على مدى التشغيل بتاعها معرضه انها تسحب باور اعلى من الباور اللي بتسحبه عند نقطه تشغيل، فعشان كده كان لازم الهامش بتاع القدره الزائده للمحرك عشان المضخه تقدر تشتغل على احمال مختلفه. تاني سبب ان المحرك بيحصل له فقد في القدره. الفقد ده بيحصل لما المحرك يشتغل على ارتفاعات عاليه او لما يشتغل في محيط حراره مرتفع، يعني لما تكون الامبيانت تمبريتشر عاليه. معظم المحركات عند 1000 متر فوق سطح البحر بيحصل لها تقريبا فقد في القدره او دريتنج بنسبه 4% عند 45 درجه سيليزيه و8% عند درجه حراره 50 درجه. بس طبعا ده بيختلف من شركه مصنعه للتانيه، فلازم الرجوع لكتالوجات الشركه لمعرفه نسبه الدريتنج عند درجات الحراره المختلفه. والمهم انك تختار المحرك بقدره زائده مناسبه عند درجه حراره موجوده، بحيث لما يحصل دريتنج يفضل المحرك بهامش قدره زائده مناسب للمضخه انها تشتغل على مدى التشغيل الخاص بيها. واخيرا لو هنختصر الفرق بين السيرفيس فاكتور والاكسس باور، فالسيرفيس فاكتور هو معامل ثابت بنعرفه من مصنع المحركات نفسه وبيبين لنا القدره الاضافيه اللي المحرك يقدر يتحملها مؤقتا من غير ما يحصل تلف. اما الاكسس باور وده الاهم لان ده اللي تاثيره مستمر وموجود بشكل دائم وبيأثر بشكل مباشر في التشغيل، فهو القدره الزائده واللي بيبين لك الفرق بين قدره المحرك والقدره المطلوبه لتشغيل المضخه او اي حمل عموما، وهو ضروري واساسي عشان نضمن تشغيل امن وسليم عند ظروف التشغيل المختلفه. بس كده، سلام.